يلا نعمل ماسك الكركديه اللي بيجيب معاكي من الاخر تفتيح وتوريد وكمان توحيد لون البشرة، وهتلاقي بشرة مسدودة وتدخلي العيد وانتي بشرتك بتنور بأسهل مكونات ممكنة. يلا نعمل مع بعض. اول حاجة هتعمليها هتجيبي باكت الكركديه، ولو عندك الكركديه العادي الفلت تغسليه كويس وتحطيه في مية مغلية على النار، وده كده هيبقى منقوع الكركديه. وكمان لو هو صحيح يا ريت تطحنيه عشان الحبوب بتاعته او هو نفسه مفيد جدا لما تعملي بيه سكراب لبشرتك او لجسمك، حلو جدا وخطير وبتلاقي منه نتائج خطيرة. كده انا فضيت الباكت بتاع الكركديه، ده الكركديه العادي الجاهز الفتلة. وبعد كده جهزت الرز المطحون. انا بستخدم الكركديه مع الرز المطحون، باخد منه احلى نتيجة ممكنة وبيعمل لي تفتيح وتوحيد وشد للبشرة، وهتشوفوا نتائج خطيرة. ده كده الشكل بعد ما حطينا المكونات على بعض، ومجهزة مية سخنة حطيتها عليها. طبعا المية السخنة ليه بقى؟ عشان الكركديه يطلع كل المواد اللي موجودة فيه، والرز المطحون هيتشرب المية السخنة، يعني اللي انتوا شايفينه كده هو مش هيبقى سايب، لا ده هيمسك في بعض، ولما تفرديه على بشرتك هيخلي البشرة كده والملمس عليه على البشرة هيبقى كريمي مش مكلكع خالص على البشرة، وبتعملي بيه احلى ماسك وسكراب للجسم وكمان للبشرة ولأي حتة انتي عاوزاها، وحتى للرجل وللركب والأكواع وأي منطقة بيوردها وبيخليها فتحة، وحرفيا بشرة مشدودة تدخلي بيها العيد وبتلاقي نتائج خطيرة وحلوة جدا، وهتاخدي توحيد وتفتيح للبشرة. ولو انت عروسة انتظمي عليه تاخدي منه احلى نتائج ممكنة. ده كده بعد ما خلطنا المكونات على بعض، انا زودت الرز شوية، وتقدري تحطي نشا، تقدري تحطي طحين او اللي هو الدقيق، اي مكون موجود عندك تقدري تستبدليه بمكون تاني زي ما انت عاوزة. بس كده ده شكل الخليط، وهبدأ افرده على اي مكان بقى انا عاوزاه، على الايد على البشرة زي ما اتفقنا. اهم حاجة بعد ما تخلصي خالص انك ترطبي اي مكان بتعملي عليه ماسك، لان المكان طبعا بيبقى ناشف شوية فمحتاجة، وكمان بيخلصك من الحبوب واثارها، لان الكركديه مفيد جدا للحبوب ولآثار الحبوب، وكمان توحيد لون البشرة وشدها، والحتت دي كمان بتفتحها جدا جدا جدا. وتقدري كمان تعملي سكراب للجسم كله مع الحمام المغربي بتاعك، تاخدي منه نتائج فظيعة. ده كده شكل الماسك بتاعنا، يا رب يكون عجبكم.